السلام عليكم، نهاركم سعيد مبارك. بنشارككم عصيري هذا اللذيذ المفضل. اسمه حارق الدهون، بسم الله ما شاء الله. لذيذ وتحضيره سهل وبسيط. ناخد أني تو هنا درت 3 ليمات. 3 ليمات. الليموناضة خديت ليمة واحدة بشرطها، مش كلها، خديت منها شوية متاع نصها بشرطه. تمام، وبعدين قشرتها وقشرت التانيات وقطعتهم هيك مكعبات. ضفت عليهم نص طاسة سكر، نص طاسة سكر، وقعدت نعصر فيهم بيديا، تعصريهم زين بيديك هيك، تديرين تفركيهم زين بيديك. تنحي كان في قلوب ولا في هيك الخيوط البيض ولا حاجة، تنحيهم على جهة وتخليهم بنص الطاسة السكر هذيك منقعات. تنقعيه هو الليم مع نص طاسة السكر، تنقعيه شوية حتى متاع ربع ساعة نص ساعة هيك تنقعيه لبين حضرتي النعناع متاعك. يبدا النعناع هيك فريش، تبدا غسلتيه وجهزتيه. اني جهزت اني نعناعي. تجهزي الخلاط متاعك سهل وبسيط جدا جدا، باسهل الطرق. تمام، تخليه منقع شوية، بعدين ضفت عليه طاسة مية. تو هذا المقدار 3 ليمات، ها ضفت لهم طاسة مية. طاسة مية. وكانك حسيتيه خاطر وتبي تزيدي المية زيدي، وكان هذا فيه يدير معاه مكعبات تلج باش يزيد يعني يولي مية أكثر. أنت تزيدي التلج، طبعا التلج أنت بيذوب بيدير المية. وكانك حسيتيه هيك كويس بالمية، اني ندير له في طاسة ونص مية، طاسة لطاسة ونص مية، وندير له في نص طاسة سكر، ما نديرلهش في مكعبات تلج. واللي يبي يدير له يدير له عادي، يجي حلو. تو نوريكم كيف يجي. بعدين تو بنخلطها كلها مع بعضها. تمام. تو هيك يوم حطيتها كلها في الخلاط، فحسيت اني ال3 ليمات، حسيت المية شوية، زدت نص طاسة، يعتبروا هيك تو طاستين ونص المية، هيك طاستين ونص المية اللي صبيت لهم مع نص طاسة سكر والنعناع. طبعا السكر حسب الرغبة، انا ما نقولكش ضيفي نص طاسة، في اللي يبي حلو، في اللي يبي نص نص، في اللي ما يبي بلا سكر بكل. هو اسمه حارق دهون، بنديرها سكر، لكن انا نديرها في نص طاسة الحق لنا حتى الصغار يشربوا معايا. تمام. ان شاء الله نكون فدتكم، وان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. طب نضربه بنوريهولكم ان شاء الله. طبعا هذا ها النهاية بعد ضربته. معرفش الصورة واضحة لا، يجي بسم الله ما شاء الله. نوطوا الحاجة اللي بنصبوا فيها. بسم الله ما شاء الله. هذا حارق للدهون بالنعناع والليمون، سهل وبسيط جدا جدا، بمقادير سهلة وبسيطة. طبعا اللي يحب التلج يحط مكعبات تلج، وبالهنا والشفا. بسم الله ما شاء الله. نودكم ولا نشهيكم في رعاية الله، ليلتكم سعيدة مباركة.